ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض بقى زي ما انتم شايفين كده وصفة حلوة قوي. هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين شربات الكركديه. من العصائر المهمة جدا في رمضان. طبعا كلنا في رمضان ما بنفكرش غير في العصاير. فطبعا بنبقى عايزين نعملها بسرعة، ما تاخدش معانا وقت. تعالي بقى عشان نعمل الشربات واقولك عملناه ازاي عشان ما ياخدش معاكي وقت. انا جبت هنا حوالي كوباية كده ونص من الكركديه. تمام، وسكر. انا معايا كيلو سكر. ومعايا ملح ليمون. وملح الليمون، وهو دي كل المكونات اللي معانا، حاجات بسيطة جدا. ما فيهاش افتكاسات يعني ولا اي حاجة صعبة. طبعا الكركديه دوت انا ما اشتريتوش، انا كان عندي من السنه اللي فاتت لاني كنت بكسل اعمله. يعني كنت كسليه جدا ان انا اقعد اغليه واسيبه يبرد واصفيه والكلام ده كله بياخد معايا وقت. فقلت بقى هنستغله بقى المره دي ان احنا نعمل منه شربات. يبقى العصير بتاعي جاهز على طول، اعمله على طول كده ما ياخدش معايا اي وقت. هنبدا بقى كده، هنجيب 4 كوبايات من السكر. تمام. او 3 يعني على حسب بقى انت عايزه كميه قد ايه، براحتك. الكوباية اللي هتقيسي بيها السكر هي اللي هتقيسي بيها باقي الكميات. تمام كده. انا حطيت كده كوبايتين اهوت من السكر، احط كمان واحدة. ادي التالتة اهو. انا مش هعمل كمية كبيرة لاني يعني بحب برضو التمر وبحب عصاير تانية كتير وهعمل منها فمش هزود. خلاص. اهو بعد ما حطيت كده السكر بتاعي هعمل ايه، هجيب بقى 3 كوبايات مية بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر. تمام كده اهو. ادي التالتة. هرفع بقى الكلام ده كله على النار. تمام. لحد ما ياخد غلوة كده والسكر يبتدي ان هو يدوب. علشان خاطر ايه؟ ما يبقاش فيه السكر بتاعه ما يسكرش مع الكركديه. بعد ما غلي كده معايا اهو، والسكر داب خالص ما بقاش فيه سكر. هبدأ بقى ان انا انزل بالكركديه بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته. خلاص، لازم أنا غسلته عشان لو في اي تراب ولا اي حاجة. وطبعا كنت منقياه من اي حاجة كانت موجودة فيه. خلاص. هسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض لحد ما احس ان الشربات بتاعي تماسك وتقل. ماشي اهو. مش هحط ملح الليمون دلوقتي خالص لحد ما يبدأ ان الكركديه ينزل اللون بتاعه ويبدأ المية تقل شوية والعصير بتاعي يتكثف. تمام كده اهو. هنا بقى كده بعد العصير بتاعي ما خلاص بدأ يغلي والكركديه بتاعي قرب خلاص ان هو يستوي. هانزل بقى كده بالملح الليمون. انا هحط بس ربع معلقة صغيرة منه، هتحفظ العصير بتاعي مدة اطول وما تخليهوش يسكر مني ابدا. خلاص اهو. هسيبه بقى ياخد كمان غلوتين وهوريكم هيبقى عامل ازاي. اهو. انا بقى كده سبته خلاص خد غلوتين كده على النار. بصوا لونه بقى تقيل ازاي، بقى مركز جدا. بصوا من كتر الغليان بقى تقيل واللون تقيل جدا. آه بصوا، انا بحاول بس اطلع لكم شويه كده من غير كركديه بس مش عارفه، بس هو خلاص تقل واللون بتاعه بقى مركز. هعمل ايه؟ اهو انا هطفي بقى طبعا كده عليه خلاص. هسيبه بقى يهدى وبعد كده نصفيه مع بعض. اهو. بصوا شكله. حاجات دي كلها بتوفر علينا وقت ومجهود في رمضان بصراحه يعني. بتيجي اوقات نسيتي ان انت تعملي مشروب او اي حاجة وتبقى عايزة حاجة سريعة. فبصراحة يعني العصاير دي بتنقذ بسرعة. انا جبت هنا مصفى وهبدأ ان انا اصفي الكركديه بتاعي. اهو. شايفين لونه وشايفينه هو بينزل عامل ازاي. بصوا اهو. اجيب بس مصفى كبيرة شوية علشان خاطر ايه ننجز وقت بس بسرعة. آه اللون بصوا تحسوا يعني بجد تحسي انه عسل، مش شربات من كتر ما هو تقيل. لو عايزة تقللي طبعا كمية الكركديه ده براحتك جدا. بصوا انا صفيته كده اهو. طبعا مش هرمي الكركديه دوت. هعمل منه مشروب كركديه اللي هو العادي بتاعنا، لان طبعا لسه فيه لون ولسه فيه سكر.
تمام، فهاغليه بقى في مَيّة أهو، مش هارميه، أنا هاصفّيه بس كده كويس وهاركنه أعمل منه مشروب كركديه نشربه أنا والأولاد كده، أهو، بس كده أهو، بُصّوا بقى الجمال، ما فيش أجمل ولا أسهل من كده، حاجة بجد حلوة جدًا وطبيعية وموفّرة واقتصادية وكل حاجة فيها سهلة، إن أنتِ تشتري إزازة شربات كركديه غالية جدًا، جدًا، جدًا وقليل جدًا لمّا تلاقيه، فإحنا عملناه في البيت أهوّة بكل سهولة، بُصّوا شكله، هاحطه بقى في البرطمان بتاعي أو في الإزازة أو في أي حاجة أنتِ تحبيها، أنا حطيته كده في البرطمان أهو، خلاص، هاخد بقى منه كمية كده، طبعًا هيوفّر عليكِ وقت جدًا في رمضان، أنا كنت من الناس اللي بتكسل تعمل الكركديه دوّة، لإني باقعد أغليه وبعدين أسيبه يبرد، وبعدين أحلّيه وأصفّيه، كان بالنسبة لي موضوع طويل، فالموضوع دوّة هيسهّل عليكِ جدًا أهو، حطيت بقى المَيّة بتاعتي بعد ما حطيت الشربات، عايزة تزوّدي بقى سُكّر براحتك، مش عايزة هو كده، كده هيبقى مسكّر لإن ده شربات، تمام كده، بُصّوا اللون جميل جدًا. يا رب بقى الوصفة دي تكون عجبتكم، طبعًا بقى لو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اشتراك ولايك وكومنت حلو كده زيكم، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.